أهلا بكم. مواقف الإنقاذ في البحر كتير وبتحصل تقريبا كل يوم لحالات مختلفة وفي ظروف مختلفة، وكل مرة بتدخل فيها موقف إنقاذ بيبقى قدامك تحدي حقيقي. يا ترى هتبقى قده يا بطل وتطلع لبر الأمان، ولا سوء التقدير هيدخلك في مشكلة أكبر ويبقى بدل ضحية واحدة اتنين؟ في الفيديو ده هعلمك خطة إنقاذ واضحة من 8 مراحل تقدر تتعامل بيها مع أي سنوركلر مجهد وتخرجه من المية بأمان من غير ما تحط نفسك في خطر. وخليك فاكر، المحترف هو اللي بيطبق اللي اتعلمه صح في الموقف الصح وبالتوقيت الصح. أنا عماد سليم ودي سنوركلينج أكاديمي. قبل ما ندخل في أي تفاصيل تقنية أو خطوات إنقاذ لازم نتفق على شوية مبادئ أساسية ما ينفعش نعديها. الأول، سلامتك أنت دايما رقم واحد، لأنك لو دخلت في مشكلة مش هتقدر تساعد الشخص اللي قدامك. تاني مبدأ، إن أي عملية إنقاذ في المية فيها مخاطرة حقيقية مهما كنت شاطر ومهما كانت خبرتك كبيرة ومهما كنت حاسس إن الموقف اللي قدامك ده بسيط وما يستاهلش. علشان كده إن أنت تكون جاهز بالمعدات المناسبة دي مش رفاهية، ده عامل أساسي بيخلي أي موقف إنقاذ قدامك أسهل وأسرع وآمن ليك أنت في الأول وللشخص اللي أنت بتساعده. كمان عاوز أقولك إن أي إنقاذ من غير المعدات المناسبة هيساوي مخاطرة مضاعفة على الطرفين. علشان كده الفري هاند أو الإيد الحرة من غير ما يكون أي معدات طفو معاك ده آخر حل مش أول اختيار. وسيلة الطفو المناسبة دي أول قرار تاخده مش رفاهية. عايزك تبقى عارف إن المحترف الحقيقي هو اللي هيقدر يقرأ الحالة قبل ما ينهار ويلقط العلامات البسيطة اللي بتقول إن الشخص ده على وشك إن هو يدخل في مشكلة. وقبل ما تسأل نفسك أنت هتتصرف إزاي في موقف إنقاذ، اسأل سؤال أهم: هو ليه السنوركلر ده أصلا بيتعب؟ لأن التصرف الصح في الإنقاذ ما بيبدأش وقت الأزمة بس، هو بيبدأ قبلها بوقت قليل. من أول ما تلاحظ إن في حاجة مش طبيعية، أول ما تفهم إيه اللي بيستنزف طاقة السنوركلر وإمتى التعب العادي هيتحول لخطر حقيقي، وإزاي أسباب بسيطة ممكن تتراكم على بعض وتعمل مشكلة أكبر، ساعتها بس هتعرف تدخل في الوقت الصح وبالطريقة الصح ومن غير ما تحط نفسك في خطر. لأن الإنقاذ مش رد فعل سريع، الإنقاذ ده قرار مبني على فهم وهدوء. التنفس الغلط هو من أول أسباب الإجهاد، وأول علامة غالبا أنت هتلاحظها على السنوركلر المجهد: نفسه هتلاقيه سريع ومش منتظم، وإحساس إن السنوركل تيوب خانقه. الحالة دي يبقى أنت محتاج إن أنت تطلب منه إن هو يقلل مجهوده على قدر الإمكان، وتبدأ فورا تفكر في وسيلة الطفو اللي هتقدمها له: لايف جاكيت، رينج، لأن الطفو هنا هو أسرع وأسهل طريقة علشان توقف استنزاف الطاقة. ممكن برضو يكون من الأسباب إن وضع الجسم غير صحيح. في مواقف كتير تبص تلاقي السنوركلر لابس اللايف جاكيت مخلي جسمه في الوضع الرأسي، وهو بيحاول بالعافية يفرد جسمه في الوضع الأفقي علشان يحط وشه في المية ويتفرج على السمك زي ما أنت قلت له. من وجهة نظره أنا ماشي عادي وبنفذ اللي اتشرح ليا، لكن الحقيقة إن اللايف جاكيت ممكن يكون مش مقاسه أو أوسع عليه شوية فيخليه يحارب المية بدل ما يريحه. والنتيجة هو إن هو غالبا مش فاهم أنا ليه تعبان، فجأة يحس إن جسمه خانه مع إنه ما زودش مجهود ولا سرع الحركة. أنا مش عايزك تحاول تعدل وضعية جسمه بالعافية وهو متوتر بالمنظر ده، سيبه الأول على الوضع اللايف جاكيت مريحه فيه. عايزك تهديه وتخليه يطفو ويرتاح، وبعد ما نفسه يهدى ساعتها تقدر تظبط اللايف جاكيت. ممكن تربطه شوية أو تغير اللايف جاكيت بمقاس مناسب أو تغير من طريقة الطف. وممكن لو لقيت العلامات التعب لسه بتزيد تاخد قرار إن أنت تخرج من المية. اللايف جاكيت المفروض إن هو بيريح الشخص مش يخليه يحارب المية. تالت سبب الزعانف أو حركة الرجلين الغلط. من العلامات الواضحة كمان يكون لابس زعانف تقيلة عليه أو مش مقاسه، وحركة رجليه عنيفة وسريعة كأنه بيجري في المية مش بيعوم. ده بيعمل إجهاد عضلي سريع وشد في عضلات الرجلين، وممكن يوصل لتقلص عضلي يزود الخوف والتوتر. المفروض أنت في الحالة دي تساعده يوقف الحركة العشوائية وتثبت جسمه وتطلعه من فكرة إن أنا لازم أكمل مهما كان التعب. التوتر والخوف واحدة من أهم الأسباب، وهي دي العدو الحقيقي. التوتر والخوف ممكن يكونوا أكتر الأسباب اللي بنشوفها في مواقف الإجهاد، خصوصا لو أول مرة يعمل سنوركلينج، أول مرة يتفاجئ بعمق المية، أو بيتوتر من صوت التنفس اللي بيظهر وهو بيتنفس من السنوركل تيوب، أو يشوف حاجة تخوفه: سمكة،
شكل شعب يخوفه. ساعتها الشخص ممكن يكون لسه بيتنفس بس عقله مش حاضر، وأي تأخير بسيط في التدخل ممكن يوصل للموضوع لانهيار كامل. دورك أنت كمرشد إيه؟ إن أنت تطمنه بصوت هادي وواثق وتقلل المحفزات حواليه، يعني تخليه يركز معاك أنت بدل ما يركز على القاع وعلى السمك وعلى اللي حواليه، وتتحكم أنت بقى في إيقاع الموقف قبل أي حركة سحب أو نقل. السبب اللي بعد كده ظروف البحر أو التيارات. السنوركلر بيحاول يسبح ضد التيار ومصر ان هو يرجع للشاطئ او للمركب في خط مستقيم، وده بيكون عكس حركة المية. في الحالة دي هيتعب حتى لو كان سباح كويس، والمرشد نفسه ممكن يتعرض للإجهاد لو فكر بمنطق أنا هفضل أقاوم لحد ما أوصل. القرار الصح إن أنت سلامتك رقم واحد. ممكن تستخدم التيار بدل ما تقاومه، واعتمد على وسيلة طفو علشان تختصر وقت وطاقة ليك وله. المهارة اللي هنتعلمها النهاردة مش حركة واحدة وخلاص، لكن هي سلسلة ماشية ورا بعض، عبارة عن 8 مراحل واضحة. أول حاجة تقييم الموقف عن بعد. 2 الاقتراب الآمن من السنوركلر المجهد. 3 التقييم والتواصل معاه. 4 الاتصال الجسدي الآمن. 5 تهدئته والسيطرة على التنفس. 6 طرق السحب والنقل الآمنة. 7 إدارة المعدات اللي لابسها. 8 الوصول والخروج الآمن للقارب أو الشاطئ. وإنت شغال هتحس إن المراحل دي شبه سلم، كل خطوة مبنية على اللي قبلها، وأهم خطوة في السلم ده هي أول واحدة. لو استعجلت فيها أو تجاهلتها كل اللي بعدها ممكن يتحول لمخاطرة ليك وله. علشان كده قبل ما نرمي نفسنا في المية ونجري على أي حد شكله تعبان، لازم نبدأ بأهم جزء في الإنقاذ كله: إزاي تقرأ الموقف ده من بعيد. أحيانا 10 ثواني من الملاحظة الهادية هتبقى كفيلة إنها تنقذك أنت نفسك وتنقذ الشخص اللي قدامك. تعالى يلا نبدأ بأول خطوة، المرحلة الأولى، وهي تقييم الموقف من بعيد. عايزك أول حاجة ما تهجمش عليه على طول. قبل أي حركة خد نفس، وقف لحظة وبص كويس. هل وشه فوق المية ولا بيغوص ويطلع؟ بيحرك إيديه ورجله ولا ثابت ومشدود كأن جسمه متجمد؟ في صوت؟ بينادي؟ بيكح؟ بيشرب مية؟ طب حالة البحر عاملة إزاي؟ هل في كارنت؟ هل في موج عالي؟ هل في زحمة قوارب حواليك؟ وبعدين اسأل نفسك بسرعة: طب أنا لو هسحبه على فين؟ هوديه على المركب ولا هوصله لحد العوامة ولا هوصل بيه لحد الشاطئ؟ وجود خطة في دماغك قبل ما تتحرك ده هيقلل من توترك وهيخلي تحركاتك أهدى وأأمن ليك وله. دلوقتي بعد ما قريت المشهد من بعيد وبقيت مطمن إن أنت تقدر تتدخل بأمان، تعالى نيجي للخطوة اللي بعدها: هتقرب منه إزاي؟ المرحلة التانية هي الاقتراب الآمن. وإنت رايح له خلي في دماغك هدفين واضحين: إن أنت تشوفه كويس، وإن هو كمان يشوفك ويحس إن في حد جاي يساعده، مش خطر جديد جاي عليه. طب هتعمل كده إزاي؟ عايزك تقرب له من زاوية أمامية خفيفة، يعني كده حوالي 45 درجة، ومش عايزك تدخل من وراه فجأة عشان ما يتفزعش منك. خلي حركة زعنفك ورجلك بطيئة وهادية، ومش عايزك تجري عليه بالعلم كأنك داخل سبق. حاول تخلي وشك فوق المية قدر الإمكان وعينيك في عينه طول ما أنت بتقرب. لو معاك عوامة أو أي وسيلة طفو مدها ليه بسرعة قبل ما تلمسه أنت بنفسك. ساعات الحركة البسيطة دي كفيلة إن هي تريحه وتقلل احتياجه إن هو يمسك في حد أو يمسك فيك أنت شخصيا. دلوقتي أنت قربت وبقيت في نطاق إن هو يسمعك ويشوفك. هنا بقى هنيجي للجزء اللي هيحدد شكل كل اللي جاي: هيفهمك؟ هيهدى؟ ولا لسه تايه؟ المرحلة التالتة التقييم والتواصل. لما تقرب منه من مسافة مادة الذراع، أول خطوة هتبدأها بالكلام. حاول تناديله، لو تعرف اسمه ناديله باسمه: أنت سامعني؟ أنت كويس؟ محتاج مساعدة؟ وبعدين راقب رد فعله.
لو رد عليك بوضوح وقال لك أيوه أنا تعبان، ساعدني، يبقى أنت كده على أرض ثابتة وتقدر تكمل. لكن لو رده مش مفهوم أو مش بيرد خالص أو عينيه تايهة رايحة جاية، هنا هترفع درجة حذرك وتركز أكتر على سلامتك أنت. بص بسرعة على شوية علامات: هل وشه فوق المية أغلب الوقت؟ طب نفسه سريع؟ طب جسمه طافي طبيعي على وش المية ولا أنت حاسس إن هو بيغرق وبيغوص منك؟ العلامات دي هتقولك هو الوضع تحت السيطرة ولا الشخص ده قرب يدخل مرحلة الذعر ومحتاج إن أنت تتعامل معاه بطريقة أهدى وأكتر حرص. لو لقيته إن لسه قادر يتواصل معاك وإنك قريب منه كويس، هتيجي بقى لحظة مهمة جدا: هتلمسه لأول مرة إزاي؟ ودي المرحلة الرابعة، أول تلامس جسدي آمن. قبل ما تلمسه بإيدك عرفه الأول علشان ما يتفاجئش إن أنت هتمسكه. قول له بص، أنا همسكك دلوقتي من كتفك أو همسكك من ورا علشان أقدر أساعدك، ما تقلقش أنا مسيطر. نقط التلامس الآمنة هتبقى من فوق الكتف أو من تحت الإبط من الخلف، واللي لازم تتجنبه تماما إن أنت ما تمسكوش من رقبته ولا تمسكه من رأسه ولا تمسك إيده واحدة بطريقة تخليه يشدك فجأة ناحيته أو يغرقك. لو قدرت بهدوء تحوله لوضعية الطفو على الظهر، هتحس فورا إن تحكمك في طفوه بقى أسهل وتنفسه أوضح قدامك وحركته أقل توتر. دلوقتي أنت ماسكه جسديا، لكن لسه في أهم حاجة من إيدك: صوتك. المرحلة الخامسة هي تهدئة النفس والسيطرة على التنفس. وأنت ماسكه اعتبر إن صوتك هو حبل النجاة الأساسي. استخدم كلمات بسيطة لكن قوية ومطمئنة في نفس الوقت، زي أنا معاك، ركز معايا بس، أنت دلوقتي في أمان، شوف وشك فوق المية إزاي، اعمل شهيق، اعمل زفير. لو لقيت نفسه سريع جدا وجسمه بيرتعش من التوتر أو البرد، ممكن نبطل شوية حركة ونركز على التنفس، شهيق وزفير أطول شوية. سيب جسمك يطفو وقول له أنا شايلك معايا. مجرد إن أنت تديه إيقاع للتنفس الصحيح، مخه هيهدى وجسمه كمان هيهدى في ثواني. بعد ما هديته نسبيا وبقيت حاسس إن نفسه أفضل شوية، دلوقتي نبدأ نفكر في الجزء العملي: إزاي نتحرك بيه من مكان الخطر لمكان الأمان. وهي دي المرحلة السادسة، طرق السحب والنقل الآمنة. هدفنا هنا بسيط وواضح: ننقله لمكان آمن، هنرجعه المركب، هنوصله للعوامة، هنطلع بيه من على الشاطئ، ولكن ده لازم يتم بأقل مجهود وبأعلى درجة أمان ليك وله. طريقة السحب من الخلف هتكون الأكتر أمان في المواقف الصعبة، الناس اللي تعبانة جدا أو متوترة وقلقانة وممكن تتمسك فيك وتشدك لتحت في أي وقت. طب الطريقة دي هتعملها إزاي؟ أنا عايزك تكون وراه مباشرة، عايزك تمسكه من ورا بحيث إن راسه تبقى مرتاحة على صدرك أو على كتفك، وممكن تخلي إيديك من تحت ذراعه وتبتدي بالراحة تحرك رجليك وتسبح على ظهرك. أنت دلوقتي بتسبح برجليك بس لأن إيديك شغلتها تثبيت وضع جسم اللي معاك. الميزة هنا إن وشه بعيد عن وشك فصعب يمسك فيك بقوة، وتحكمك في طفوه وتنفسه هيكون أعلى بكتير. الطريقة التانية هي السحب الجانبي، ودي بتستخدمها لما الشخص يكون هادي ومتعاون معاك وبيسمع كلامك، مش بيشدك ولا بيقاوم. والطريقة دي ببساطة إن أنت هتخلي جسمك جنب جسمه مش قدامه، ولو لابس لايف جاكيت أو لابس بدلة ممكن تشده من اللايف جاكيت أو البدلة. اسبح برجلك وخلي عينك دايما على وشه، إن يفضل طول الوقت فوق المية. ولو في أي لحظة حسيت إن هو بدأ يتوتر أو يتشبت بيك فجأة، ارجع فورا لوضعية السحب من الخلف. المرحلة السابعة وهي إدارة المعدات. المعدات دي ممكن تساعدك وتسهل الطفو أو تعقد الموقف وتضايق الشخص اللي أنت بتساعده، والأولوية دايما عندنا هتبقى الأماكن التنفس. ابدأ بالحاجات اللي حوالين الوش، شيل السنوركل من بقه، ممكن تقلعه الماسك لو لقيت الماسك مليان مية أو ضغط على وشه ومسبب له أي ألم أو ضيق، ممكن تظبطه.
يا إما تشيله خالص لو ده هيريحه أكتر. لو حسيت إن هو لابس حاجات هتقلل مجهودك وأنت بتسحب، افتكر دايما القاعدة الذهبية دي: الأمان قبل العدة. المعدات تتعوض إنما الروح لأ. دلوقتي أنت قربت من المركب أو من الشاطئ وجه الجزء الأصعب: هنطلعه بره إزاي؟ ودي المرحلة التامنة: الوصول والخروج الآمن. طبعا لما تقرب من المركب أو من الشط هتبدأ تكلمه وتطمنه، قول له إحنا قربنا نوصل خلاص أهو، فاضل شوية وهتلاقي نفسك واقف على رجلك. لو وصلت عند سلم المركب خليه هو يمسك السلم الأول، أنت اسنده بس من تحت دراعه أو من ظهره وسيبه يطلع درجة درجة براحته. لكن لو هتوصله للشاطئ اسحبه لحد أما رجليه تلمس الأرض، سيبه يقف لوحده واحدة واحدة. ولو حس إنه بيهتز أو مش متزن اطلب من الموجودين إن هم يساعدوك في سحبه أو حتى شيله. بعد ما تطلع بيه خليه يقعد أو ينام على ظهره شوية لحد ما يتوازن. ولو هو واعي كويس ولسانه حاضر ممكن تديله شوية مية يشربها. راقب الشكاوي بقى اللي هتحصل بعد الخروج: هل عنده دوخة؟ عنده ألم في الصدر؟ عنده ضيق تنفس؟ بيكح كحة مش طبيعية؟ في الحالات دي لازم تطلب المساعدة الطبية فورا وما تستهونش بأي عرض من دول. وطبعا مش كل مرة الدنيا هتمشي زي ما الكتاب بيقول، في مواقف خاصة كتير بتبقى محتاجة منك حذر ضعف العادي. دلوقتي هكلمك على بعض السيناريوهات الخاصة علشان تكون متجهز لها. أول واحد: لو بدأ يحس بالذعر فجأة وانت ماسكه. أول ما تحس إن هو بدأ يشدك لتحت أو بيمسك فيك بعنف أو مش عايز يسمع كلامك، فك نفسك فورا وارجع لمسافة آمنة بسرعة، وبصوت عالي لكن هادي كلمه، قول له: اهدى، أنا مش هقدر أساعدك وأنت ماسكني كده، سيبني أساعدك، هقرب تاني بس لازم تهدى. لو لسه مستمر في الذعر حاول تديله حاجة يمسكها تبقى بينك وما بينه زي الطوق أو فردة فينس. الموقف التاني: لو أنت لوحدك والمسافة طويلة عليك، في الحالة دي لازم تكون أذكى، مش عايزك تكون أشجع. ما تمنعش نفسك من الراحة، قول له إحنا هنوقف شوية لحد ما أهدى وبعد كده نكمل مع بعض، ثواني بس مش هتفرق في حاجة. ممكن تستخدم أي أداة طفو، وممكن تقسم المسافة دي على مراحل صغيرة بدل ما تحاول تخلص كل السحب مرة واحدة وتستنفذ كل طاقتك. إنقاذ سنوركلر مجهد ده مش موضوع عضلات أو قوة، ده موضوع هدوء وتركيز وتقنية صح، وقبل كل ده إن أنت تحافظ على نفسك. لو استفدت من الفيديو ده شاركه مع أي مرشد سنوركلينج تعرفه، واكتب لي في التعليقات إيه أصعب موقف عدى عليك وأنت في البحر. أنا عماد سليم، وده كان جزء من مشروعنا إن إحنا نخلي السنوركلينج أمتع وأأمن للجميع. أشوفكم في الفيديو الجاي.